السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان المفروض يكون يوم عادي في حياة طفل صغير. جده راح يجيبه من البيت علشان يستعد على قابل والده، زي ما بيحصل كل مرة تنفيذ لحكم الرؤية. بس جده لما دخل الشقة ملقاش حفيده مستنيه. لقى الطفل واقع على الأرض في غرفة النوم، جثة، والدم كان في كل مكان. أما أمه فكانت اختفت من المكان. في اللحظة دي الجد فهم إن في كارثة حصلت، وعلى طول اتصل بالأجهزة الأمنية، وبدأت واحدة من أبشع القضايا اللي شهدتها محافظة الدقهلية. طفل صغير اسمه مالك، قتله ما كانش نتيجة خناقة في الشارع، ولا جريمة سرقة، ولا خلاف بين عصابات. المتهم في القضية كانت مامته الصيدلانية أمال. بحسب التحريات الأولية الجريمة ارتبطت بخلافات بينها وبين والد الطفل بعد انفصالهم. الأب حصل على حكم برؤية ابنه. بس السؤال هنا، ايه اللي حصل جوه البيت قبل وصول الجد؟ وليه الطفل ملهوش اي ذنب في خلافات ابوه وامه تنتهي حياته بالطريقة دي؟ وده اللي هنحاول نعرفه في حلقة النهاردة. بس قبل ما نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بحسب اللي نقلته وسائل الإعلام عن أسرة الطفل مالك، بدأت الحكاية قبل الجريمة بحوالي 9 سنين. والد مالك الدكتور أحمد اتجوز من أمال، واستمرت حياتهم مع بعض سنين. وبعد فترة جه طفلهم الوحيد مالك بقى هو محور حياة الأسرة. بس في السنين الأخيرة من الجواز ما كانش الوضع مستقر. بدأت الخلافات بين الزوجين تتكرر، ومع الوقت بقت الحياة بينهم صعبة جدا، لحد ما وصل الأمر في النهاية للطلاق. بعد الطلاق مالك بقى العامل المشترك بين أبوه وأمه. بعد انفصال الزوجين المشاكل ما انتهتش بالطلاق، لا بالعكس، دي بدأت. بحسب رواية أسرة الطفل بدأت تظهر خلافات مرتبطة برؤية الأب لابنه. الأب كان عايز يشوف ابنه وكان حريص على استمرار علاقته بمالك. وبعد الخلافات الأب حصل على حكم برؤية ابنه بصورة منتظمة. وبحسب رواية والد الدكتور أحمد ما اتجوزش بعد الانفصال، كان عنده أمل إنه يرجع تاني لمراته وإن الأمور ترجع تاني لطبيعتها. بس الخلافات بين الطرفين استمرت، وفي النهاية بقى في ميعاد ثابت لرؤية الأب لابنه. وهنا بتبدأ تفاصيل اليوم اللي انتهى بمأساة. في يوم الجريمة كان من المفترض إن مالك يروح يشوف أبوه. الجد راح على بيت بنته علشان ياخد حفيده. ما كانش متخيل للحظة إن اللي هيشوفه داخل الشقة هيغير حياة العيلة كلها. فتح الباب ودخل وبدأ يدور على مالك، لكن بدل ما يلاقي طفل بيستعد علشان يقابل أبوه، لقى مالك على الأرض في أوضة النوم وغرقان في دمه، والأم ما كانتش موجودة. وهنا تحول الأمر في ثواني من يوم عادي لجريمة قتل. جده بلغ الشرطة وحضرت الشرطة بسرعة، وبدأت الشرطة في البحث عن الأم. بعد اكتشاف الجريمة كانت أمال سابت البيت وهربت. بس هروبها ما استمرش كتير. الأجهزة الأمنية بدأت في تحديد مكانها، وبعد دقايق بحسب اللي نشرته المصادر تمكن ضباط مباحث مركز شرطة طلخة من القبض عليها وهي ماشية في الشارع. بس اللي لاحظه الضابط كان غريب قوي، وبحسب ما ورد في التقرير كانت بتقول كلام مش مفهوم. ولما سألوها عن اللي حصل كانت إجابتها إن هي تعرضت لأزمة نفسية وانفعال شديد. وقالت بحسب اللي نقلته التقرير إنها كانت بتمر بحالة غضب قبل ارتكاب الجريمة. لكن هل الأزمة النفسية كانت السبب فعلا؟ وهل كانت المتهمة تعاني من اضطراب نفسي معروف قبل الجريمة؟ وبحسب التحريات ظهرت فكرة شيطانية في راس الأم إن هي تتخلص من ابنها علشان تنتقم من باباه. فبدأت بمحاولة خنقه، كانت عمالة تخنق فيه بس ما عرفتش. قامت جابت مقص حديد وقعدت تطعن فيه في ظهر مالك، وطعنة منهم اخترقت الرئة ومات مالك. بعد ارتكاب الجريمة الأم سابت ابنها غرقان في دمه ولمت هدومها وهربت من البيت. اتنقل فريق الطب الشرعي لفحص جثمان الطفل، وكان السؤال الأساسي إيه سبب الوفاة؟ وبحسب اللي نقلته التقارير عن الفحص الطبي ظهرت آثار خنق حوالين منطقة الرقبة، وكمان ظهرت طعن نافذة في أعلى الظهر امتدت للرئة. إصابات بالغة انتهت
بموت الطفل. وهي النيابة في مسرح الجريمة لقوا المقص الحديد اللي التحقيقات الأولية بتشير لاستخدامه في الاعتداء على الطفل. وبحسب التقرير شرحت المتهمة خلال المعاينة إزاي ارتكبت الجريمة. ليه قتلته؟ ده أصعب سؤال في القضية كلها. بحسب التحريات الأولية كان الدافع مرتبط بخلافات الأم مع طليقها، يعني مالك ما كانش سبب في الخلافات دي، بس بقى هو الضحية. بعد انتشار خبر الجريمة جدة الطفل بتصريحات عن بنتها قالت إن أمال كانت عايشة بصورة طبيعية جدا قبل الجريمة، كانت بتروح شغلها، بتتكلم مع الناس، وعايشة حياتها بشكل طبيعي خالص. وقالت إن هي ما لاحظتش عليها أي أعراض واضحة لاضطراب نفسي، وده مهم لأن المتهمة بحسب التقارير قالت بعد القبض عليها إن هي بتعاني من أزمة نفسية وانفعال شديد. لكن الفرق كبير بين كلام شخص إن هو بيمر بأزمة نفسية وبين إثبات وجود مرض نفسي أو اضطراب نفسي من خلال تقييم طبي متخصص. والحسم في النقطة دي مش من حق الأسرة ولا الإعلام، الحسم هيكون من خلال التقارير الطبية والجهات المختصة. أما والد مالك ما خسرش مجرد قضية أو خلاف، ده خسر ابنه الوحيد، الطفل اللي كان بينتظر يشوفه في ميعاد الرؤية، ابنه اللي كان المفروض يقضي معاه وقت وبعد كده يرجع لأمه. بس في اليوم ده مالك ما وصلش لباباه، والأب بدل ما يستقبل ابنه استقبل خبر موته. في البداية كان في زوج وبعده خلافات، بعد كده انفصال، وبعد كده أحكام قضائية علشان الأب يقدر يشوف ابنه. كان المفترض إن يساعد التنظيم ده الأب على إن هو يحافظ على علاقته بابنه، لكن بحسب الرواية انتهى يوم الرؤية ده بجريمة قتل، جريمة قتل لطفل صغير. وأب فقد ابنه، وأم بقت متهمة في قضية قتل ابنها وحدها، وعيلة كاملة بتحاول تفهم إزاي خلافات بين الكبار وصلت إن هي تنهي على طفل ملهوش أي ذنب وبالطريقة البشعة دي. مالك ما كانش طرف في أي خلافات بين أبوه وأمه، ما كانش مسؤول عن الانفصال اللي تم، وما كانش سبب في أي مشكلة حصلت ما بينهم. كان طفل كل ذنبه إنه كان ابن الاتنين. والقضية لحد دلوقتي قدام جهات التحقيق، وعلشان كده لازم نستنى نتائج التحقيقات والتقارير الطبية واللي هيصدر لاحقا من القضاء. لكن الحكاية دي بتخلينا نسأل سؤال مهم جدا: لما الأب والأم بيختلفوا مين بيدفع الثمن الحقيقي؟ الأطفال هم أكتر ناس بيتحملوا نتيجة الخلافات دي. الأطفال ملهمش أي ذنب فيها. دي حكاية مالك، واللي حصل في الدقهلية لسه التحقيقات هي اللي هتكشف كل تفاصيله. واشوفكم في قضية جديدة. متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.